تصريح خطير من وحيد خليلوزيتش يفاجئ به المنتخب الجزائري بعد فوزه على السعودية ويسخر من المغرب بسبب الجزائر. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت فخور بالمنتخب الجزائري، اكتب في التعليقات تحيا الجزائر وإعجاب بالفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة على رسولنا الكريم بعد فوز المنتخب الجزائري على المنتخب السعودي في عقر داره. فقد دخل على الخط مدرباً يعرف الجزائر جيداً، الرجل الذي حملها إلى كأس العالم 2014، الرجل الذي يعود اليوم بكلمات تهز القلوب بعد فوز الخضر على السعودية، وحيد خليلوزيتش، مباشرة عبر الإذاعة البوسنية، وقال: أول ما أريد قوله هو أنني شاهدت بأم عيني كيف احتفل أنصار الجزائر بعد الفوز على السعودية. رأيت الشوارع، الهتافات، الفخر، العيون التي تلمع بالأمل. قلت لنفسي: هذا الشعب لا يشجع كرة القدم فقط، هذا الشعب يعيش كرة القدم. وعندما يحتفل الجزائري، فأنت تعلم أنه يرى في منتخب بلاده معنى الكرامة، معنى الهوية، معنى الوطن. رأيت مباراة قوية، ورأيت لاعباً شاباً مثل مازا وآيات نوري وحج موسى وعمورة، ورأيت رياض محرز، الرجل الذي يقدم نفسه دائماً كقائد قبل أن يكون نجماً. هذا الفوز ليس مجرد 3 نقاط، هذا إعلان بأن الجزائر عادت. سأكون واضحاً، الجزائر ستكون واحداً من أخطر المنتخبات في إفريقيا. نعم، البطولة في المغرب، وهذا يضيف ضغطاً، لكن الجزائر قادرة على تقديم أداء تاريخي، بل على استعادة الكأس كما فعلت في 2019. هناك عناصر جديدة، روح جديدة، تركيبة بدنية وتقنية ممتازة. إن أعطيتم الجزائر العدالة التحكيمية فقط، فستشاهدون شيئاً عظيماً في هذه البطولة. المنتخب يسير في اتجاه صحيح، والمستقبل بين يدي جيل يريد أن يكتب التاريخ. عندما يتحدث وحيد عن الجزائر، فهو يتحدث عن حياته. أقولها بدون مبالغة، السنوات التي عشتها مع المنتخب الجزائري كانت من أجمل سنوات مسيرتي. هناك شعوب تحبك، وهناك شعوب تحتضنك، والجزائر احتضنتني. عندما مشيت في شوارع البليدة، في كل مرة كانوا يقولون لي: يا وحيد، رانا معك، واصل، آمن بنفسك. هذا الشعب يملك صدقاً لا تجده في أماكن كثيرة، يملك قلباً كبيراً، يملك إخلاصاً لا يشترى. وعندما تأهلنا إلى كأس العالم 2014، كانت تلك اللحظة إحدى أكبر نجاحاتي. كنت سعيداً لأني رأيت الفرح في عيونهم، وهذه اللحظات لا تنسى. هناك جروح مهنية لا تشفى بسهولة. عملت في المغرب وقدمت كل ما عندي، وتأهلنا إلى كأس العالم. لكن قبل أشهر قليلة من البطولة، جاء القرار الذي يعرفه الجميع. هل ألمني؟ نعم. هل كان صعباً؟ نعم. هل كنت أتمنى معاملة مختلفة؟ بالتأكيد. أحمل احتراماً للشعب المغربي، فهو شعب محب لكرة القدم، طيب، له تاريخ وحضارة. مشكلتي لم تكن مع الناس، بل مع القرارات الإدارية التي غيرت مصيري ومصير عملي في تلك اللحظة. ولذلك، وللأمانة المهنية، لن أعود إلى المغرب في هذه البطولة. سأحلل المباريات من مكان آخر، وسأكون صريحاً مع نفسي ومعكم. سأتابع البطولة كلها، لكن ليس من المغرب. هذا قرار شخصي، مهني، عاطفي. القلب لا يجبر، والذاكرة لا تمحى. لكن سأكون في كل مباراة للجزائر، سأكون محللاً، وسأرتدي الكوفية الجزائرية كرسالة احترام وعرفان، ليس لأنني ضد أحد، بل لأنني مع الجزائر، مع الشعب الذي أعطاني أجمل ذكريات حياتي. أريد أن أقول شيئاً واضحاً، سأكون صوتاً للعدالة. إذا تعرضت الجزائر لظلم، سأتحدث. إذا كان هناك خطأ تحكيمي، سأقول الحقيقة. سأكون مدافعاً عن المنتخب الذي أعرف أنه قادر على الذهاب بعيداً. إلى محرز، إلى الشباب الجدد، إلى كل لاعب يرتدي الأخضر: ضعوا قلوبكم في الملعب. الجزائر لا تريد منكم المستحيل، تريد الإخلاص، تريد الروح، تريد أن ترى أبنائها يقاتلون بشرف. وفي الختام، يا أصدقاء، ادعوا معي: اللهم احفظ الجزائر وأهلها، واجعل هذه البطولة باب فرح جديد لهم. اللهم أبعد الظلم عنهم، وأعطهم من القوة ما يستحقون، ومن النصر ما يبحثون عنه. وإذا أعجبكم هذا الفيديو، فلا تنسى دعمنا بالإيك والاشتراك لكي يصلكم جديدنا.